تسلم مجلس القضاء الأعلى اليوم 7 دراجات نارية جديدة مجهزة وفقا لمعايير تتناسب مع عمل دوائر التبليغات، وذلك بدعم من برنامج سواسية المشترك لتسهيل عمل مأمورية التبليغ والتخفيف من المذكرات القضائية. بعد تزويد المحضرين بعدد من الدراجات النارية في الفترة السابقة، عملت الإدارة القضائية دراسة حول ذلك، وكان لها أثر إيجابي على أداء دوائر التبليغات في المحاكم النظامية. تعتبر التبليغات القضائية جانبا مهما وركنا أساسيا في الدعوة القضائية، فإجراءات التقاضي الصحيحة تستوجب أن يكون التبليغ قد تم وفق الأصول، باعتبار أن التبليغ هو الإجراء الأساسي الذي حدده المشرع لعلم أطراف الدعوة بها وبسائر الإجراءات التي تتخذ وبالقرارات التي تصدر عنها، على اعتبار أن الخصومة تنعقد من تاريخ تبليغ المدعى عليه للائحة الدعوة. في العام الماضي قام مشروع سواسية 2 بتزويد دوائر التبليغات في مجلس القضاء الأعلى ب4 دراجات نارية لغايات استعمالها من قبل المبلغين، وانعكس ذلك إيجابيا على عدد وكم الأوراق القضائية التي يتم تبليغها. وفي هذا اليوم تم أيضا رفض دوائر التبليغ في مجلس القضاء الأعلى ب7 دراجات نارية، الأمر الذي سينعكس إيجابا على سير الدعاوي وصحة التبليغات. بداية نشكر أصدقائنا في برنامج سواسية 2 على دعمهم المتواصل لقطاع العدالة، ولا سيما دعمهم لمجلس القضاء الأعلى. فيما يتعلق في موضوع التبليغات، لدينا في محاكم النظامية في الضفة الغربية 13 دائرة تبليغ. دوائر التبليغ يوجد فيها 149 موظف يعمل بوظيفة محضر أو موظف كاتب تبليغات، اللي هم هدول الموظفين المسؤولين عن إجراءات تبليغ المذكرات القضائية. 149 محضر ليس لديهم أي وسيلة نقل سابقا، ولكن أصدقائنا في برنامج سواسية في العام الماضي قاموا بتزويدنا ب4 دراجات نارية للمحاكم في محافظة الخليل. لمسنا أثر إيجابي كبير بعد استلام تلك الوسائل. وجدنا أنه عدد التبليغات المبلغة شهريا بازدياد بشكل ملفت للنظر. فاليوم برنامج سواسية المشترك يقوم بتزويدنا بدفعة ثانية من الدراجات النارية. اليوم إن شاء الله راح نستلم منهم 7 دراجات نارية، سنقوم بتوزيعها على المحاكم النظامية في محاكم شمال الضفة الغربية، محكمة نابلس وجنين وقلقيلية وطول كرم وطوباس، بالإضافة إلى أيضا يشمل محكمة أريحة. وإن شاء الله راح يكون لهم بالغ الأثر وينعكس على عملية سير التقاضي.